السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة المحشي او خلطة ينفع نعمل بيها كل انواع المحاشي. يلا بينا نخش على المقادير على طول. اول حاجة انا عندي هنا بصلتين كبار، انا جبتهم فرمتهم كويس او ناعم جدا في الكبة. طبعا انت عايزة تزودي البصل مش مشكلة، بس انا هنا عشان كنت عاملة كيلو من البتنجان ونص من الفلفل ونص من الكوسة، فجبت بصلتين كبار ضربتهم في الكبة. حط عليهم نص معلقة من الفلفل الاسود، وكمان هزود عليهم نص معلقة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة من بهارات المحشي او التوابل المشكلة، بتتباع عند العطار، تدي طعم وريحة جميلة جدا للمحشي، ونص معلقة من البابريكا. الخلطة دي جميلة جدا جدا جدا، وكمان هحط معلقة من الملح. وبعد كده هقلب كل المكونات دي مع بعضها عشان ياخدوا من طعم بعض. الخلطة دي سهلة جدا وجميلة. جربي كده ان انتي ما تحمريش البصل وتعمليه كده ني في ني، هيديكي طعم تحفة وريحة تجنن للمحشي. تاني حاجة بعد كده خلاص انا هجيب عندي صينية هنا احط فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنا عندي قرن فلفل شطة مع 3 فصوص من الثوم انا ضربتهم في الكبة ناعم، وهحمرهم او مش هحمرهم، هنزل بيهم كده على الزيت لحد بس ما ريحة الثوم تطلع. مش هدي للثوم ده لون خالص، انا بس شوحه كده دقيقة واحدة على النار لحد ما يديني ريحة واشم ريحة الثوم والفلفل. الخطوة دي بتخلي طعم المحشي يجنن. وعندي نص كيلو من الطماطم انا سلقته نص سلقة وضربته في الخلاط، هنزل بيهم على قرن الفلفل الشطة وكمان فصين الثوم اللي انا حطيتهم، وهتقلبهم تقليبة بسيطة كده. بعد كده هنحط على الصلصة دي حوالي بالظبط كده رشة من السكر عشان اعادل الحموضة اللي موجودة في الصلصة، وهقلبها تقليبة بسيطة كده. جربوا تعملوا التكاية بتاعت فصين الثوم وقرن الفلفل الشطة دول، حطيهم على النار كده دقيقة واحدة، وبعدين انزلي بيهم او انزلي عليهم بصلصة او بالطماطم اللي انت ضربها في الخلاط. بعد كده بعد الطماطم بتاعتي خلاص ما اتسبكت، هجيبها وهنزل بيها على البصل المتبل ده، وهقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده تقليبة سريعة. الخطوة دي بتخلي المحشي يجنن، جربيها على طريقتي، المحشي هيعجبك جدا. نقلب بقى كل المقادير دي كلها مع بعضها علشان اتبل الصلصة. انا ما حطيتش ملح تاني، هي معلقة الملح معلقة حلوة مليانة كده هتقضي الغرض. الخلطة دي جميلة، ممكن تعملي بيها الممبار، ممكن تعملي بيها الورق عنب، الكرنب، المحشي المشكل، بتنجان والكوسة والفلفل. خلطة هتنفع معاكي لكل انواع المحشي. بعد كده انا عندي هنا كيلو الا ربع من الرز انا كنت غسلاه ومصفياه، هنزل بيه على الصلصة وعلى البصل. طبعا انت لو هتعملي نص كيلو من الممبار هتستخدمي نص كيلو من الرز، انما لو هتعملي زي حالاتي كده كيلو من البتنجان الابيض او الاسود، ونص كيلو من الفلفل او كيلو من الفلفل ونص من الكوسه، هتستخدمي كيلو الا ربع من الرز. انا هنا اللي انا مستخدماه كيلو الا ربع من الرز. هقلب طبعا الرز مع الصلصة مع البصل علشان كله ياخد من طعم بعض، ومش هحط خالص ولا احط فلفل اسود ولا احط ملح، هي البهارات اللي انا حطيتها دي كفاية. ممكن تبقي تزودي ملح في الشرب. بعد كده عندي كوباية من الخضرة المشكلة، يعني بقدونس على شبت على كزبرة، انا جبتهم غسلتهم كويس جدا وقطعتهم، هحطهم على الخلطة بتاعتي. طبعا حابة تزودي كمية الخضرة مش مشكلة، بس انا اكتفيت بحزمة من كل حاجة. وهنقلب تقليبة كده محترمة بحيث ان احنا ندمج كل المكونات دي مع بعضها. انا عايزة اقول لكم وانا بقلب الخلطة كانت ريحتها قلب الشقة. الخطوة الأولى بتاعت البصل والتوابل بتدي ريحة تحفة جدا للخلطة، وكمان بتدي طعم جامد جدا. جربي الخلطة دي على طريقتي. بعد كده آخر حاجة هجيب معلقتين من الزيت وهنزل بيهم على الخلطة، علشان المعلقتين دول بيدوا أو بيخلوا الرز بتاعي مفلفل كده ومش معجن جوه المحشي.
بس كده يا جماعة، ودي كانت الخلطة بتاعتنا النهاردة. خلطة جميلة تنفع لكل أنواع المحشي، تبقى طعمها حلو جدا وطعمها كمان مميز، مش زي الخلطة التقليدية اللي احنا متعودين عليها. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبت الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.